جوزها وابو ابنها. دقيقة واحدة وخليك تعمل. أنا ههرب هاخد ابني وهرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الأمن يمسكوه وأنا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد. فردوس سيبينا. محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. أبوس رجلك تمشينا من هنا. هأعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني طارق لو سمحتي؟ انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه امسكي نفسك. محدش هياخدك مني. محدش هياخدك مني. مفيش ضمان. انا قلت لك قبل كده ان ابني بره اي اتفاق. احنا اتفقنا ان انت مش هتقول لها ان انا نبلغك على مكان. بقول لك ايه، انا متاكد ان اللي انت بتعمله ده ورا حاجه وسخه. شكلها ضحك عليك انت كمان. ايه بتحبها؟ لازم تبقى عارف ان البني ادمه دي شيطانه. طيب ايه؟ اي حاجه هتقولها انا عارفها. مفيش لزوم للكلام ده. احنا عملنا اتفاق. انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي. مش من مصلحتي ان ابني تخش السجن. يا فردوس تعالي شوفي اللي بيشرب ايه. حضرتك تؤمر. ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ طبعا بشوفه. هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليلة شوية. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار. انا مختار. اتفقتوا على ايه؟ اطمني. وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا عشان خاطري لا يا مختار. ابني لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار حرام عليك. شاهين لا يا مختار. خليني اهرب. اهربي تاني. ههرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوه فيا كده. سفرني اي بلد برا مصر انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. واذا كان على شاهين، ابوه منفعل دلوقتي وراكبه 100 شيطان وعايز ينتقم منك. بس بعد فتره اوعدك ان انا هتكلم معاه واوصل معاه لاتفاق انك تشوفيه تاني. لا هسافر بابني في اي حته استخبى فيها. انا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل، صدقيني. اسمعي اللي انا بقول لك عليه. انت وعدتني يا مختار. يا مختار. يلا نيلي. لا يلا نيلي. مختار لا. يلا. لا ابني لا. معلش.
حرام عليك. يلا حبيبي. مختار، هو يا اختي مختار. طارق نتكلم. ابني مختار. انت مش بني ادمه. انت كان لازم تتذبحي على اللي انت عملتيه. شاهين، انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماما، تعالى تعالى يا ابني، حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني مفيش داعي للتهديد. احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماما، حرام عليك يا طارق، الولد عايز. حرام عليك، اوعي. حرام عليك يا مختار، سيبني. انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك، حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليكم، حرام عليكم، عايزه ابني شاهين. انا طارق شاهين، باباك. يلا نروح لجده. يلا. ما هو مش هينفع كده يا مختار، المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكلة كبيرة. وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. هو احنا ايه؟ في سوبر ماركت؟ دي شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. اروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكلة كبيرة، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركة، انا هتصرف. هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفوا